جديد فبيسمح بالجمع ما بين الصفتين طالما لا تقتضي اجر، فانا ممثلا عن مجلس اداره النادي الاهلي في مجلس اداره شركه الكوره. عايزين نعرف التطوير في شركه الكوره النادي الاهلي في الفكر الجديد بالاستثمار الجديد، عشان النهارده الانديه الشعبيه بتواجه ازمه كبيره قوي في المداخل والمصارف الكتير. فايه الفكر اللي ممكن حضرتك او نشوفه في شركه الكوره او ما بين الارتباط ما بين الاهلي وشركه الكوره للاستثمار في الرياضه او في فريق الكوره في النادي الاهلي؟ الحقيقه برضه انت لازم تبقى يعني حاطين في الاعتبار ان انت بتملك اكبر علامه تجاريه في المنطقه، فانت قادر تعمل منها مداخيل مختلفه. شركه الكوره عندها مرونه كبيره جدا في التحرك، اشتغلنا على ملف الرعايه الفتره اللي فاتت، جددنا عقد الرعايه مع الشركه المتحده ل 2030، بدانا نطلع بافكار خارج الصندوق. الفتره اللي فاتت حققت عائد ومداخيل الحمد لله قويه جدا، ساعدت النادي الاهلي في انه يسد جزء كبير من مصروفات كرة القدم. احنا النهارده ملتزمين تقريبا من 25 ل 30% من مصروفات كرة القدم في النادي الاهلي، ده رقم مش قليل. يمكن الفترة اللي جاية حاطين كمان افكار استثمارية للنادي الاهلي خارج الصندوق، سواء في استثمار في التكنولوجيا الرياضية، في لسه عاملين اتفاقات حاجات ليها علاقة بالسبورتس اديوكيشن او بالتعليم الرياضي، عشان كمان بنحاول نطلع جيل جديد في الاداره الرياضيه. دي حاجه شايفين ان هي حاجه مهمه جدا وبشكل استثماري يشكل دخل النادي الاهلي. اعتقد ان الفتره اللي فاتت حققنا نجاح الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله برضو عندنا طموحات كبيره جدا ان شاء الله نقدر نحققها. اخر حاجه بقى يعني نتكلم فيها عقود اللعيبه، هل الكلام ده مبالغ فيه فعلا؟ شايع؟ لا، الكلام اللي بيتقال عشان بس ما اقعدش اتكلم في ارقام، كلام ملوش اي اساس من الصحه. النقطة المهمة جدا إنه أي لعيب بيجي النادي الأهلي معيار الاختيار الأول إن هو ليه احتياج فني، وبعد كده أنت كشركة كورة، ودي من الحاجات المهمة جدا إن أنت إزاي تقدر تعمله براند منفصل عشان تبدأ تجيب منه دخل. فإحنا طورنا سوق الإعلانات وسوق الظهور الإعلامي والإعلاني للاعبين بالشكل اللي يحقق دخل من اللاعب، مش بس مردود فني لكن يكون في مردود مالي من اللاعب كمان. دي حاجة مهمة جدا شركة الكورة حققت فيها نجاح الحمد لله الفترة اللي فاتت كويس ولسه بنطور فيها. شكرا لحضرتك. شكرا.